بالنسبة لأجيال منا كتير ما بنحسش بدخول رمضان غير لما بنسمع وبنشوف الفوانيس مالية الشوارع. وانا النهاردة هاخدكم رحلة عبر الزمن هنرجع فيها لأيام الفاطميين ونشوف كانوا بيصنعوا ازاي الفوانيس ام شمع زمان. فاكرين الفانوس ده؟ يعجبك ده؟ ايوه. خدي العبي بيه. حسابك كام يا عم حسين؟ 10 صاغ يا درش. الفانوس اللي اشتراه اسماعيل ياسين ب10 صاغ تعالوا دلوقتي نشوفه بقى بكام ونشوف قصته وقصة الناس اللي بيعملوه في منطقة الخليفة ولسه محتفظ بصناعة الفوانيس زي ما كانوا بيعملوها أجدادنا زمان. وما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة وتعملوا لي لايك كمان. يلا بينا نشوف فانوس رمضان زمان كان بيتعمل ازاي. شفتوا انا طبعا قاعد بقى في قلب الورشة. الأول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخبارك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا أول مرة في حياتي أشوف حد بيعمل فوانيس. الأول بس أعرف الناس بنفسك. أنا اسمي محمد. حاج محمد. أنت بتبدأ شغلانة الفوانيس بقى من إمتى؟ قبل رمضان بقد إيه يعني؟ يعني ب3 أشهر كده. ب3 شهور تبدأ تجهز الكلام ده. طبعا الحرفة دي ما أعتقدش إن في ناس كتير بتعملها دلوقتي. لا معدودين. معدودين؟ أنت وارثها من الوالد؟ من والدي. اتعلمها فين الحاج؟ ما احنا هنتكلم معاه طبعا دلوقتي. وارثها برضه. وارثها برضه، يعني دي من جدود. انت عارف مين اللي دخل الفوانيس؟ مين اللي دخل فوانيس مصر؟ الفاطميين. الفاطميين. هذه معلومه ما فيش حد كتير يعرفها على فكره. والحرفه طبعا الجدود ما شاء الله المصريين بقوا حريفه جدا في صناعه الفوانيس، والفوانيس دي بقى اللي ليها طعم. سيبك من الفوانيس الصيني. هي دي شكل رمضان بالظبط. الفوانيس الصيني والكلام دي مستحدثه علينا. الفوانيس الصيني شغاله طول السنه لعبه. انت في فانوس عربيه، في فانوس عروسه، صح، في فانوس ارنوب، في فانوس محمد صلاح، في فانوس كعبور. انما الفانوس اللي انت بتعمله في الصاج ده فانوس انا هوريك دلوقتي يطلع ازاي. انت مكوناته ايه الفانوس؟ اقول انا اللي بعملها ديت. ده كعب الفانوس اللي قاعده منه. حلو. وفي وده هيتعمل طبعا. ودي القبه بتاعته. ماشي يعني انا هجمعه لك دلوقتي. ماشي. الصنعه دي اصلا مش بدات يعني برضه تقل. لان هي موسم. مش بتقل مننا، من الناس نفسها، الجيل اللي طالع. الجيل اللي طالع صغير مش فاهم. عايز اللي بيغني، عايز اللي بيعمل. عايز يلعب. لا انا مش عايز اتعور. انت فاهم؟ مش بتاع المخاطره يعني. اللي يفهم الفانوس انا انت. الناس اللي اتربوا احنا اتربينا على فانوس ابو شمعه ده. طبعا ده بينور كهرباء. ده بينور شمع برضه. تبقى انت بقى يعني انت واخدها من يعني ما فيش فيه اي تحديث. لا هو زي ما اتعمل زي ما طلع زمان. هو انت عامله دلوقتي. الفاطميين زمان كانوا بيطلعوا فانوس مش فانوس زي ده. اقول لك فانوس. شفت كلوب والله جدع. انت خليك على قديمه كده. بصوا سبيل ام عباس اهو، عشان برضو نشوف ده هناك اهو. سبيل ام عباس هو ده. وده الشارع ده اسمه ايه؟ الصليبه. شارع الصليبه. ده سبيل ام عباس اهو. تمشي قدامه وتدي له ظهرك تيجي تلاقي الحاج علي هنا. الحاج علي بس الحاج محمد اهو. مطلعين زمان الكلوب اللي بيمشوا في الشوارع وده مسمينه فانوس. ايوه صح. شفت شاويش الدرج؟ ايوه كان بينور ماشي بالفانوس في ايده كده عشان يفتش عن المحلات القفل مفتوح. هو ده الفانوس. زي زمان كانوا بيقولوا في الافلام كورش في الكلوب. ايوه صح. هو ده الكلوب ده. طب وايه اللي ربطه برمضان؟ شغالين طول السنه عشان نفرح العيل يوم. العيل الصغير بس. ما كلنا بنشتري فانوس لعيال مثلا. يعني بيبقى تحس ان هو لو ما جبتش فانوس يبقى ما فيش رمضان. بس عيال زمان غير عيال دلوقتي. صح. يعني واحده كانت جايه من قيمه كام يوم عشان تشتري فانوس لابنها. بتقول له الفانوس ده كنا زمان بنلعب بيه. لا يا ماما انا عايز بتاع محمد صلاح اللي بيغني. ده خلاص بقى العيال مش هتفهم موضوع الشمع ده. الموضوع ده لا مش هتفهم. ونوره مش الكلام ده. انما انت بتبيعه جمله الفانوس ده. جمله وقطع عادي. جمله بكام بقى الفانوس السنه دي؟ والله زي السنه اللي فاتت ما احنا ما بعناش. ما غليتوش؟ بكام الفانوس الصغير بكام؟ 20 جنيه. ب 20 جنيه؟ والله العظيم. والله. ده انت ده ما شاء الله. انت برغم الحاجه كلها غليت. طبعا ده كفايه ان هي تعب. بس ان انت شايف الناس، انت شايف اللي قدامك، بتحس بالناس. انت شايف اللي قدامك. معلش غلبان زي وزي صنايعي زي تبيع له فلوس 30 هو بيفرق معاه 10 جنيه. صح. ربنا يا رب يستر عليه. انا دلوقتي بقى ايه اجيب كده ده بيبقى جدار الازاز اسمه جدار حلو. بيبقى 4 جناب. تمام. والازاز بتاعه اهو ده ازاز الفانوس.
ده ملون الازاز الاحمر. احمر وازرق، وبنعمل ايه الفانوس لون ولون. حلو قوي. وفي حاجه اسمها ايه بقى ديت؟ انت كله يدوي مفيش مكن عندك؟ لا 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 لا، اسمها سندقه. حتى اللحام يدوي. اسمها سندقه. سندقه. ايوه بقى دي مصطلحات دي. تلحم كده لحمت. تلحم الاربع جناب. انت تلحم ده ايه ده؟ قصدير؟ قصدير ودي الفونيه. دي ما تنفعش تلحم بدي ولا دي من غير دي ولا من غير دي. لازم الاثنين على بعض. لازم الاثنين على بعض. تجمع الاربع جناب. انت بتجمع الاربع جناب بتوع الفانوس. الاربع جناب بتوع الفانوس دول الجناب بتوعهم. تمام. تعال بقى. تحس انت بفرحه الناس بدخله رمضان دي؟ طبعا. لا غير كده اما تيجي عيل بفرحان مع مامته كده وانت بيقول لك هات الفانوس في فانوس يعني اللي احنا لما كنا بنقول كان يقول لك ايه؟ انا عايز فانوس رامز. الفانوس بتاع رامز الشعار بتاع ايوه ده انا كده بقفله كده الاربع جناب. كده. يا سلام. الصنعه دلوقتي في ناس اتطورت. في ناس عاملاها مكابس، بس الصنعه الفانوس ده احسن من المكبس. المكبس كلها صناعه ودب وبتاع وتخريم وبتاع صح. وتجمع وخلاص من غير الحمات والكلام ده. احنا بنجمع فانوس دلوقتي. انت احنا بنجمع فانوس، بجمع لك فانوس اهو كده. جميل. كده الاربع جناب بتاعهم ايه؟ اتلحموا. حلو قوي. احط ده الكعب بتاعه. القعده بتاعته. حلو. تحط ايه من تحت كده. ده كل حاجه بستاندر بالمقاس. امال ايه؟ كده. ما بتطلعوش بره مصر الفانوس ده؟ يطلع. والله في ناس بتطلع بره مصر. والله ما شاء الله. انا بشوف الفانوس قبل شهر من رمضان. احنا قدامنا شهر على رمضان ان شاء الله. بالظبط. ربنا يبلغنا ويبلغ رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. طيب. الله. انا بشوف ملون بقى الفانوس. اصلا الصاج ده بيتلون؟ بيبقى منه اصفر ومنه ايه؟ الابيض. ابيض. بس في ناس بتعجبها الايه؟ الفضي. طبعا كل الشغل اصفر. احنا ورشتنا اسمها ورشه البلدي. ورشه بلدي. حلو. ما بتشتغلش الا بايديها. مفيش عد مكبس. وريني بقى. خلص وتفتحه كده وتحط الشمعة. يا عيني عليك. وتقفله تاني. يا عيني عليك يا عم محمد يا عسل. بسم الله ما شاء الله. ادي فانوس رمضان اهو طالع لنا يدوي من الحاج محمد. ربنا يبارك له. والله العظيم يا محمد تحفه. شكله تحفه. ادي فانوس رمضان ناقص له الشمعة بس. الشمعة بقى العيد ميلاد بقى تفرح بقى الايه؟ دلوقتي في ناس بقى تحب تاخده ايه؟ مش في ناس الكبار تحب تاخده مش ما تحطوش فيه شمعة. كده بس زينة بس. لا تحطه ايه قدام في شهر رمضان قدامها كده على السفرة. والله شكله يبقى شيك. اما بييجوا يفطروا ويبصوا الفانوس ده يحسوا ان هم في رمضان. ما يحسوش ان هم بيتعشوا. صح. برافو عليك. بيفطروا. ازيك يا حاج علي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ انا مبسوط ان انا عندكم النهارده والله. انت بدات الشغلانه دي وانت عندك كام سنه؟ انا عندي 6 سنين. 6 سنين؟ 6 7 حاجه. كنت بادئه مع الوالد؟ كنت كنت بخرج من المدرسه واشتغل فيها. تخرج من المدرسه تيجي تشتغل في الورشه هنا؟ من عيال صغيره ما شاء الله لحد ما اتعلمتها. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ عندي 63 سنه. ربنا لسه صغير يا عم علي. طبعا ما شاء الله. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يديك. كان الفانوس بكام بقى على ايامك وانت صغير؟ الفانوس ده والله انا بعت ال 100 كان ب 20 ساعه اول حاجه. قرشين ساعه. ما شاء الله. 20 ساعه كنا نشيله على كتفنا ونروح تحت الربع. الفانوس الكبير؟ لا فوانيس زي كده الصغيره دي. كنت بيعها جمله هناك يعني؟ كانت بباب والكلام دوت وحاجات يعني. ايوه صح. كان الفانوس ده واروح اشيلهم على كتفي كده. الاسطى يقول لي روح اوديهم. امشي من هنا من البركه لغايه واحد كان الله يرحمه اسمه حسين شتا. هو ده يعني نروح نوديله. ما شاء الله. ادينا الطريق. كانت ال100 بقى تطلع 10 جنيه 5 جنيه. ال100 فانوس. ال100 فانوس. علمت انت اولادك ولا هو الحاج محمد بس؟ طبعا اتعلموا بس كل واحد طبعا ليه مجال تاني. كل واحد ليه مجال تاني، انما ما حدش يتخصص معاك الا محمد. طبعا محمد بس. ربنا يا رب يبارك لك فيه. هم اليوم متعلمين برضكم.
ولهم مجالات تانية بيجوا برضو يساعدونا بتاع. ما شاء الله. صعبه شغلانه الفانوس ولا سهل؟ والله هي الصنعة محكوم فيها كل حاجة خلي بالك في ناس برضو أحسن مننا، بس بالنسبة للتطور اللي حصل يعني في ناس أحسن مننا. في ناس مدخله مكن قصدي. طبعا في ناس طورت الفانوس ده خليته 100 100. انت برايك اللي انت الشغلانه دي احلى ولا المكن احلى؟ انا خدت على كده. انت خدت على كده. بتطلع كام فانوس في اليوم؟ يعني ممكن اطلع 100 يعني. 100 فانوس. ما شاء الله عليك. انت بتاخد مرحله من محمد جوه. كل واحد مرحله. انت ايه المرحله اللي انت بتعملها دي بقى؟ لا دي بتاعت العليقه بتاعت الفانوس. العلقه؟ ايه دي؟ اللي هي ايد الفانوس دي. اللي انا ماسك منها الفانوس دي اللي بيعملها دلوقتي الحاج. انما انت بتعمل كل المراحل اصلا. يا الله كبرنا بقى خلاص. لا ازاي، ربنا يديك الصحه. بركه فيهم هم. ايه ذكرياتك في رمضان في المنطقه هنا بقى؟ انما كنتوا بتفطروا مع بعض والناس طبعا كله كله كان لازم. طبعا دي حاجه كانت اساسيه. حتى الجيران كان كله تلاقي الفطار عندي النهارده، لا ده يتخانقوا مع بعض ويقولوا لا. ما شاء الله. النهارده مفيش الكلام ده. قل الكلام ده شويه. هنكذب على بعض. الناس اتغيرت يا حاج علي. والله على حسب التربيه. تستحمل واستحمل ظروف البلد، استحملها. صح. هو ربنا كاتبها علينا يعني في الاخر. ده حاجه مكتوبه عليك. صح. لازم فلازم نعدي ونقول الحمد لله على كل حال، وربنا ان شاء الله الحمد لله طبعا يبعد عننا الشر. اهم حاجه الحمد لله. الفانوس في اطفال ممكن تيجي تاخد الفانوس ده ما يكونش معاها فلوس. والله ربنا يعلم بقى من الواحد باللي بيعمله ممكن واحد يجي يقول 10 جنيه والله تطلعوا له. اتفضل. يعني فاهم عايشه لما على ال 10 جنيه. ربنا يصلح حالك يا عم، زي ما بتراعي ظروف الناس ربنا. لا عادي عادي. هنا حي كلنا شعبي فاهم عادي. بصوا ما شاء الله شكله تحفه. انا اتشرفت بيك النهارده يا عم علي والله العظيم، ومبسوط جدا ان كنت معاك والله.